في كل ترند جديد بنكتشف إن السوشيال ميديا مش مجرد منصة، دي غابة فيها اللي بيصور نفسه ضحية وفيها اللي بيصور نفسه ملاك، وفي النص الحقيقة بتضيع. النهاردة ترند حمدي ووفاء وموضوع خلع الحجاب مش مجرد حكاية زوجين ولا قرار شخصي، لأ، هو مراية كبيرة بتعكس شكل المبادئ لما تتحول لفلتر ترند. زمان كان الناس لما تختلف بتقفل باب بيتها، النهاردة لما بيختلفوا بيفتحوا لايف. زمان برضو كانت المبادئ بتتقال في السر، النهاردة بتتساقط في العلن قدام الكاميرا تحت شعار الشفافية. وفجأة خلع الحجاب يبقى محتوى، والدموع تبقى مشاهدات، وكل كلمة قررت أعيش على طبيعتي تبقى ترند. بس خليني أقولك على حاجة، مشكلتنا مش في خلع الحجاب ولا حتى لبسه، مشكلتنا في إن المبادئ بقت مرنة جدا، بتتمدد وتتكسر على قد اللايكات والمشاهدات. الناس بقت بتقيس الصح بالغالي مش بالضمير، بتقيسه بالترند، ولو الشهرة قالت لك اعمل كده فالمبدأ يتأجل لبعد الفيديو الجاي. وفي الآخر كل ترند من النوع ده بيفكرنا إن القيم مش بتضيع فجأة، بتتباع على اقساط، كل ترند قسط. في عالم الترند مش مهم انت بتقول ايه، المهم الناس تتكلم عنك، وده اللي حصل لما فيديو خلع الحجاب قلب السوشيال ميديا وبقى حديث الناس في كل مكان. الكل بيتكلم عن حمدي ووفاء، بس محدش بيفكر في اللي ورا الكاميرا، ازاي الترند بيتصنع وازاي المشاعر ممكن تتحول لأداة جذب للمشاهدات. الترند السلبي بقى سهل جدا، كل اللي محتاجه انك تعمل صدمة، موضوع حساس، شوية دموع، عنوان مثير، وخلاص الفيديو بقى ترند. بس ورا الكواليس في ناس بتتأذي نفسيا، في شباب بيقلد، وفي قيم بتضيع تحت شعار حرية المحتوى. المشكلة مش في قرار شخصي، المشكلة لما يتحول القرار ده المسرحية علشان المشاهدات، لما الحجاب أو أي رمز ديني يبقى وسيلة للترند مش قناعة حقيقية. الترند بيخلص بس الأثر اللي بيسيبوه على الناس بيفضل، والمشكلة إننا بقينا بنصدق المشاهد أكتر من النية. ومن خلف الشاشة بنسألك، الترند يستاهل نخسر نفسنا عشانه، ولا لازم نرجع الكاميرا تصور الحقيقة مش الصدمة؟ مش مهم تشوف مين خلع ايه، المهم تسأل نفسك، انت لسه لابس مبادئك ولا خلعته انت كمان بس من غير لايف؟ لو وصلتوا معايا لغاية هنا متنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات، ومتنسوش اللايك والسبسكرايب الجميل تشجعوني اعمل فيديوهات تانية لو عجبكم المحتوى.